السلام عليكم. من بعد ما شفت القرارات ديال الاتحاد الافريقي، بكل صراحه، انا بحكم علاقتي بالرياضه، بحكم معرفتي بها، يمكن نقول انني ما تفاجاتش. علاش؟ لانني كنت عارف ان داكشي اللي كنا كنسمعوا في وسائل الاعلام، اللي الناس اللي كملوا في الخبط ديالهم ورفعوا السقف ديال الطموحات عند الجمهور، لا راه غادي تحيد الكاس، لا راه 5 سنوات للمدرب، لا هذا ساعه لقينا ان المدرب غرامه 100 مليون بحال اللاعب اللي واقف حدا فوطه. لان الفوطه في قوانين الفيفا كتقول لك ما لا تدخل في المعدات ديال الحارس، وبالتالي ما خصهاش اصلا تكون. هذا كيعني ان الكاف اليوم كيبين مره اخرى، لان كنعرفوا ان الكاف خدا عقوبات من الفيفا شحال من مره، خدا جاب اللي تسير الكاف انفانتينو بزاف ديال الحوايج اللي كتبين ان الكاف غير قادر بكل صراحه على انه يكون في المستوى العالي ويأطر الرياضه بطريقه جيده ويحيد الاخطاء السابقه. أه صراحة غادي نحسوا بالغبينة على داكشي اللي عشنا، غادي نحسوا بزاف ديال الحوايج، لكن خاصنا نعرفوا ان كرة القدم راه هي لعبة، ولكن في نفس الوقت راه فيها معطيات كتمشي معها، معطيات سياسية اقتصادية، بزاف ديال الحوايج. كنعرفوا ان القارة الافريقية بقى لها غير رياضة، وزيد عليها ان للاسف ان حتى على مستوى ما استثمرناش في الاعلام. علاش؟ لان دول اخرى عندها ترسانة اعلامية، عندها اعلاميين اللي قبل ما كتبدا البطوله كينطلقوا كيواكبوا، بحال الاشاعه اللي طلقات ديال المغرب راه غيربح كاس افريقيا غير عطيوها لهم، وكاين اللي تيقها للاسف وبدا كيقول لا راه يمكن خاصنا نسكتوا، صافي غير خلينا نقدروا ناخذوها. مالوغوزمون الاستثمار في الاعلام، لان الاعلام وسيله ديال الطاقه. كنشوفوا مصر الاعلام ديالها كيفاش داير، كنشوفوا تونس، كنشوفوا الناس ملي كيدوي وكيكون تاثير، كنشوفوا لي رياكسيون ديال الجمهور. احنا لا، ما استثمرناش في الاعلام مالوغوزمون على هذا المستوى هذا. ما عندناش وسائل ديال الضغط اللي متوفره عند ناس اخرين. ممكن استثمرنا في اعلاميين اجانب جبناهم تفرجوا في الفي اي بي مالوغوزمون ومشاو في حالهم، لان ما غاديش يعاونوك، هذه مساله عاديه. العقوبات كتاكد المساله ديال اننا مازال نكون معكم صريح. ما نقولش لكم ما ينفيبل، مي مازال ما قادرينش ناخذوا حقنا. لا نهار تخدا، لا نهار حكيمي ما خداش الكره الذهبيه، لا نهار الاخطاء التحكيميه اللي دارت، وهذا الشيء عادي عشناه في كاس العالم 2018، عشناه في بزاف ديال حتى 2022 عشنا هادشي. دونك اللي بغيت نقول لكم هو كرة القدم عافاكم راه هي كتأثر بشكل كبير، فالإنسان يحاول أنه يخرج من الضغط ديالها، لأن الضغط ديالها قوي والضغط ديالها مؤثر وكيسبب أمراض. ويعرف أن كيف قلت لكم كرة راه فيها سياسة، فيها الاقتصاد، فيها بزاف ديال المعطيات. وإلا لاحظتوا أن بزاف ديال الناس كانوا كيتسناو كيقولوا لا حنا غادي هاد الكاس هادي وغادي العقوبات، وعاد زيد على الاشاعه ديال القجع كيحكم وعندك القجع وصافي، وهذا ملف اخر خسرناه، بحال الملف ديال الوداد مع الترجي، بحال بزاف ديال الملفات مالوغوزمون. شنقول لكم، هي بطوله، نعاود نقول لكم ربحنا راسنا، ربحنا بعضياتنا، نصونفوا الا خسرنا وحدين اخرين. نشوفوا القدام، نشوفوا ما هو قادم على مستوى العالم، على مستوى كاس العالم، على مستوى بزاف ديال الحوايج. نتمنى نخرجوا مستفيدين من هذا الدرس هذه، لان كاس افريقيا كانت عندنا رغم كل الظروف، رغم كل الاشياء، رغم انسحاب كاع. اخشى على كره القدم اننا غدا نبداو اي منتخب واي فريق بامكانه انه ينسحب، واش غادي دير ليه كاع؟ يقول لك راه كاين واحد المثال ديال فريق سينيغالي امام المغرب في نهائي كاس افريقيا اللي تابعوا ملايير. للاسف هذه هي المعطيات. نحاولوا ما نتاثروش اكثر، ونحاولوا حنا كمغاربه نزيدوا لقدام ونفرحوا بهذا الشيء اللي عندنا ونفرحوا ببعضياتنا. وهذه كاس مشات، وإلا جات وحده اخرى ان شاء الله علاش لا، وعلاش لا انجازات اخرى. غير نركزوا اكثر ونرجعوا نهتموا بالبطوله ديالنا، نهتموا ببعضياتنا، نهتموا بالانديه المغربيه، ونهتموا بالمغربي هو الاول، ونستثمروا في المغربي على مستوى جميع المجالات، ونقويوا اعلامنا، لان دي النقطه المهمه جدا هي تقويه الاعلام، لان الاعلام
مهم ووسيله ضغط كبيره جدا 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 على كل المستويات. باش غنختم نقول لكم في المداولات في القاهره فاش كان السنغال كيستمعوا ليها كان معهم 6 ديال الصحفيين. هذه كان معلومه بين قوسين. حنا واش كان عندنا شي صحفي اننا باش يمشي يحضر ويدير التغطيه؟ ما عرفتش هذه المساله هذه حتى هي بحال هاد النقاط هذه راه سي دي بتي ديتاي مهمين جدا. وما نساوش ان رئيس اللجنه هو سنغالي وحيدوه رئيس اللجنه التاديبيه حيدوه وداروا الكيني النائب ديالو، ولكن اكيد غادي يبقى الظل. هذه مساله عاديه، حنا كنعرفوا الكواليس كيفاش كدار وكيفاش. غير هو ناكد لكم اننا كنزيد ناكد لكم ان المغرب على مستوى كره القدم الافريقيه نظيف، ثقوا بيا. ما وصلش للمستويات ديال الخبط اللي عشت في القاره الافريقيه على مستوى الانديه والمنتخبات. هنا كاين واحد الحمد لله كاين واحد النزاهه ونزاره كنجنيو الثمار ديالها مساله عاديه، وهذا هو الواقع. وحنا افارقه وحنا مغاربه وديما مغرب، والله يحفظ بلادنا.